أذهب إلى باوليتا مباشرة لأسأله عن رأيه عن ما يمكن أن يقدمه المنتخب البرتغالي في قادم الأدوار. هل هناك ماذا أسميه خوف، خشية أن تتكرر السيناريوهات التي عاشتها أجيال كبيرة للمنتخب البرتغالي في هذه النسخة أيضا؟ نعم، مرحلة المجموعات البرتغال لم يكن ذلك المنتخب الذي تعودنا عليه منذ عامان إلى هنا. المنتخب البرتغالي ليس هو هذا المنتخب التاريخي، وخاصة في هذا المونديال. أتمنى من المنتخب البرتغالي منذ الآن أن يبدأ مرحلة جديدة ويعتبرها بطولة جديدة. أعتقد أن البرتغال ظهر عليه وكأنه يريد أن يكون في المركز الثاني في هذه المجموعة. البرتغال ظهر عليه أنه يريد هذا التعادل، لم يستطيع الفوز على كولومبيا، لذلك مباراة كرواتيا ستكون صعبة للغاية. المنتخب البرتغالي يجب أن يطور من نفسه، وخاصة في منطقة الدفاع يتوجب علينا تصحيح هذه الأخطاء، وخاصة هناك أيضا أخطاء في خط الوسط يجب أن يستحوذوا على الكرة طيلة 90 دقيقة وتمريرها إلى مهاجمين البرتغال. كافة الهجمات الفردية كولومبيا كانت تفوز على البرتغال وتستخلص الكرة من المهاجمين البرتغاليين. المونديال الآن من خروج المغلوب، لذلك المباراة ستكون أصعب من مرحلة المجموعات. أريد أن أسأل في نقطة دورنا تدور في أذهان كل من يتابع المنتخب البرتغالي، وهي عن كريستيانو رونالدو. كما أشرنا عامل السن يلعب المباراة الثالثة على التوالي. حتى بالنسبة للبرتغال كان من الأفضل أن يرتاح ويكون جاهزا في أول أدوار خروج المغلوب. هل يحتاج كريستيانو رونالدو إلى التنازل، التفكير في المنتخب أكثر؟ هل يحتاج المدرب إلى شخصية أقوى ليجبر كريستيانو رونالدو على الراحة؟ وهل بقاؤه للمباراة الثالثة على التوالي يمكن أن يشكل نوع من الحزازات بين المجموعة؟ نعم، أوافقك الرأي. أنا أريد دائما كريستيانو رونالدو أن يتواجد في المباريات. أنت قلت أمرا هاما، كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 41 عاما. نحتاج إلى لاعب سريع وخاصة في منتصف الملعب. نحن كافة اللاعبين كانوا يريدون الفوز في هذه المباراة. أعتقد بأن كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 41 عاما، لذلك هو يتوجب عليه أن يرتاح قليلا، وخاصة في المرحلة القادمة لأنها مرحلة مصيرية للغاية. كريستيانو رونالدو يجب أن لا يكون متعبا أو مرهقا. أنا لو كنت المدرب للمنتخب البرتغالي لقمت بجعل هنا كريستيانو رونالدو يرتاح في الشوط الأول هو وبرونو فرنانديز. نعم، قاموا بمجهودات كبيرة مع أنديتهم. كريستيانو 41 سنة وبرونو بالثلاثينات، لذلك هذا المنتخب يجب هذان اللاعبين يجب أن يرتاحا في المباراة القادمة، ونحتاج لهم في الشوط الثاني من المباراة القادمة. ولكن المدرب هو من يتوجب عليه القيام بهذا الأمر واختيار اللاعبين الأقوياء لهذه المباراة. أنا واثق من منتخب بلادي، وأعتقد أن منتخب بلادي قوي للغاية، ومنذ الآن بإمكانه حسم المباريات القادمة، خاصة أن تواجد لاعبين لديهم إمكانيات فردية رائعة للغاية. ولكن هناك الكثير من الأمور يجب تصحيحها، وخاصة في خط الدفاع والوسط، ويجب أن تكون هناك شراسة هجومية مع الكرة وبدون الكرة، لأن المباريات القادمة ستكون صعبة للغاية وتحتاج الكثير من الجهد. منتخب كرواتيا تشبه في طريقة لعبها مثل المنتخب البرتغالي، تعشق اللعب من على الأطراف، وبالطبع هم لديهم لاعبين أعمارهم متقدمة، لذلك أعتقد بأنها ستكون مباراة متكافئة بين المنتخبين. التأهل تحقق للمنتخب البرتغالي في المركز الثاني بعد خماسية أوزبكستان. لعل الشكوك طرحت مرة أخرى حول قدرة هذا الجيل على الذهاب بعيدا في المسابقة. باوليتا يفضل مواجهة كرواتيا لأنها منتخب أوروبي وتلعب كرة مفتوحة إذا صح التعبير، عكس غانا الفريق القوي بدنيا والذي سيعذب إذا صح التعبير المنتخب البرتغالي بتراجعه إلى الخلف والاعتماد على التحولات السريعة. دعونا نستمع لما قاله واحد من أبرز لاعبي هذه المباراة ونجم من نجوم كولومبيا، خامس رودريغيز.
حسنا خامس، يا لها من مباراة رائعة للغاية قامت بها كولومبيا، وكان ينقص عليكم الهدف. نعم، لعبنا ضد منتخب قوي للغاية يملك لاعبين على المستويات، وما حدث هو أننا لعبنا ضد العديد من المنتخبات القوية، دائما نلعب بشكل جيد، ولكن حسنا لم يأتي الهدف. ما الذي كنتم تحتاجونه لتسجلوا الأهداف؟ نعم، قمنا بمباراة ممتازة في كافة الخطوط، ولكن ما نقصنا هو بعد الحظ، لأنهم يملكون أيضا خط دفاع يملك خبرة كبيرة. هذا منتخب كبير المنتخب البرتغالي، ولكن قمنا بمباراة جيدة. أنتم ستلعبون ضد منتخب قادم، ما رأيك بالمباراة القادمة؟ نعم، سنلعب مباراة ضد غانا، وهو منتخب أفريقي قوي للغاية، ولذلك أتمنى أن نواجههم بقوة. لدينا 5 أيام أو 6 أيام لكي نواجههم، يجب أن نرتاح ومن ثم نفكر في المنتخب القادم. أجسادنا تتطلب من الراحة وذهنيتنا أيضا. استمعنا لقائد المنتخب الكولومبي خامس رودريغيز الذي توج في 2014 هدافا لكأس العالم ونال الحذاء الذهبي بعد تسجيله 6 أهداف، وهو ثاني هدافي كولومبيا بعد راداميل فالكاو. ننوه مشاهدينا بالمباراتين القادمتين واللتين تنطلقان بعد لحظات. الجزائر أمام النمسا من أجل مكان في الأدوار الإقصائية، والأرجنتين المتأهلة سلفا تواجه الأردن التي تلعب مباراة تحصيل حاصل على مستوى المستقبل، لكن الحاضر مهم. يريد المنتخب الأردني في أول مشاركة له مع مدرب مغربي هو جمال السلامي أن يغادر البطولة بشرف وأن يحقق نتيجة ستبقى في تاريخه ربما مثل ما فعل المنتخب السعودي في النسخة الماضية أمام المنتخب الأرجنتيني. إذن خروج المنتخبات الأربعة إلى أرضية الميدان لإجراء هذه المباراتين اللتين تحسبان عن الجولة الثالثة لإسدال الستار عن دور المجموعات والدخول في كأس العالم الحقيقية كما يسميها البعض ب 32 منتخبا. نعود إلى مباراتنا. كابتن اسلام، استمعنا لما قاله قبل قليل خامس رودريغيز. منتخب كولومبيا قام بكل شيء إلا التسجيل، وكما قلت لك سابقا وجب أن يحسب له حساب كبير بعد مباريات الثلاث في دور المجموعات. فعلا نعم، أظن بأنهم أكدوا كل ما ذكرناه عنهم، أكدوا بأنه منتخب جيد ومحترم يمكن أن يزعج أي خصم. رأينا البرتغال رغم الأسماء المتوفرة واللاعبين واجه صعوبات